كاين واحد النوع ديال القصص اللي منين كتسمعها كتحس أنها ممكن تكون وقعات في أي حي، في أي مدينة ولأي واحد فينا. قصص ما كتحتاج وحوش ولا ظواهر خارقة، حيث الواقع بوحده كيكون مرعب كفاية. هاد القصة بدات بحادثة بسيطة، حادثة كتوقع كل نهار، ولكن التفاصيل اللي جاو من بعدها هما اللي خلات الناس ما تنعسش مرتاحة. سعيد كان راجل عادي بزاف، في الأربعينات ديالو، متزوج، عنده ولدين، كيخدم في شركة نقل، كيخرج بكري، يرجع مع العشية، حياته روتينية بحال آلاف الناس. في واحد النهار رجع للدار متأخر شوية، قال لمراتو كان عنده ضغط في الخدمة، تعشى، جلس مع ولادو ومن بعد دخل ينعس. ولكن في داك الليل وقعت شي حاجة ما عمرها وقعات من قبل. مراتو كتقول فاق فجأة مع الثالثة ديال الصباح، جلس في السرير وبقى كيشوف قدامه بحال إلا شي واحد واقف. سولاتو مالك؟ ما جاوبش. ناض مشى للصالون، قلب في الدار كاملة، رجع ونعس. في الصباح قال ما فاقر حتى شي حاجة، قالوا غير حلم. ولكن في الأيام اللي من بعد بدات توقع حوايج صغار ولكن مزعجين. سعيد بدا كيضيع حوايج، مفاتيح، محفظة، الهاتف. مراتو كانت كتلقاهم في بلاصات ما معقولاش، داخل الثلاجة، في خزانة الأحذية، مرة حتى في الغسالة. منين تسولو كان كيقول أنا ما درتش هادشي، والغريب أنه كان باين صادق. التحول الحقيقي وقع في واحد النهار منين رجع من الخدمة ولقى الشرطة في دارو. الجار ديالهم قدم شكاية كيقول فيها أنه شاف سعيد في منتصف الليل كيحوم في الزنقة وكيطل لدار شي واحد آخر، وبقى واقف قدام الباب قرابة 10 دقائق. سعيد تصدم، قال ما خرجش من الدار داك الليل. الشرطة مشات ولكن خلات الشك وراها. من داك النهار سعيد بدا كيحس أن شي حاجة ماشي في بلاصتها، بدا كيفيق تعبان، راسو عامر، وعنده إحساس بحال إلا ما نعسش مزيان. مرة فاق ولده الصغير كيعيط، قال شاف باب غرفته محلول وشاف باه واقف في الظلام كيشوف ليه وما كيهدرش. سعيد سمع هاد الكلام وتجمد، حيث هو متأكد أنه ما دخلش لغرفة ولده داك الليل. قرر يمشي للطبيب، دار تحاليل، دار تخطيط دماغ، دار فحوصات النوم. النتائج كلها كانت طبيعية. الطبيب قال له يمكن كتعاني من نوبات ماشي أثناء النوم. ولكن سعيد ما اقتنعش، حيث في واحد الليلة دار حاجة خطيرة، ركب كاميرا في صالون الدار، قال غير باش يطمئن. في النهار الموالي شد التسجيل وبدا كيتفرج. في الأول كل شي عادي، ولكن مع 2 و4 ديال الصباح بان سعيد نايض من السرير، كيتمشى ببطء، عينيه محلولين ولكن ما فيهمش وعي. مشى للباب، حلو، خرج. الكاميرا ما كانتش كتشوف برا، ولكن الصوت كان واضح، خطوات، صمت، رجوع. ومن بعد بان رجع للدار، جلس في الصالون وشد راسه بيديه، بقى هكاك تقريبا 20 دقيقة. من بعد رجع لسريره. سعيد حبس الفيديو وقلبه كيضرب، حيث المشكل ما كانش أنه كيمشي في نعاسه، المشكل هو أنه في واحد اللقطة رفع راسه وشاف مباشرة للكاميرا وابتسم، ابتسامة ما عمر مراته شافتها فيه. من داك النهار الدار ولات ثقيلة، مراته ولات كتفيق مع أي حركة، الولاد ولات فيهم الخلعة، وسعيد ولا كيشك حتى في راسه. رجع للشرطة وراهم الفيديو. الضابط قال له إلا كنت كتخرج وكتدخل بلا وعي شنو اللي كيديرك برا؟ ما كان عنده جواب. الأيام دازت حتى وقعات حاجة أخطر. شي واحد تعرض لمحاولة اقتحام في زنقة قريبة، والوصف اللي عطاه كيشبه سعيد بزاف، نفس الطول، نفس اللباس، نفس المشية. ولكن سعيد كان في ذاك الوقت في داره قدام مراته. التحقيق توقف ولكن الشك بقى. سعيد دار قرار صعيب، حبس الخدمة، سد على راسه في الدار، حبس يخرج. ولكن حتى هو محبوس بقات الحاجة كتوقع.
بقى كيلقى آثار الطين في الحذاء، بقى كيلقى خدوش في إيديه وهو ما فاقر حتى شي حاجة. مرة لقى في هاتفه صور متصورة في الليل، صور ديال بيوت، أبواب، نوافذ، ومن بين الصور صورة لدارو هو من برا. سعيد حس أن شي واحد آخر كيسكن في الجسم ديالو، واحد كيخرج بالليل ويخليه يعيش النهار وهو ما عارف والو. واش العقل قادر يقسم الإنسان لهذه الدرجة؟ ولا كاين شي جانب فينا كنفضلو ما نعرفوهش؟ سعيد اليوم كيعيش تحت المراقبة الطبية، ما تثبت عليه حتى جريمة، ولكن حتى واحد ما قال أنه بريء 100%. هو بنفسه قال جملة واحدة خلات الطبيب يسكت، قال كان خاف ماشي من اللي كان فيق، كان خاف من اللي كان نعس. وإلا كان العقل قادر يدير أفعال بلا وعي، شنو باقي ما قادر يدير؟ واش الإنسان هو اللي كيتحكم في الجسم ديالو، ولا غير ضيف كيخرج من اللي كيطيح الليل؟ والسؤال اللي كنخليه لك دابا، إلا درتي شي حاجة وانت ما واعيش بها، واش تقدر تحاسب راسك عليها، ولا تقول ما كنتش أنا؟ هنا كتسالي قصة اليوم، ولكن الأسئلة ما كتساليش. إلا عجبك هذا النوع ديال القصص، دير اشتراك في القناة تالا نيمبوس.